السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعمل معاكم كنافة بطريقة حلوة جدا وسهلة ومختلفة. هنعملها مع بعض ونشوف بتتعمل ازاي. اول حاجة انا بجيب الكنافة وبحطها في الفريزر ليلة واحدة بس، وبعدين تاني يوم بطلعها من الفريزر وبقطعها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وبعدين هعمل دلوقتي كريمة لاني هحشيها بالكريمة. كوبايتين لبن على النار، اول ما بدأوا يغلوا حطيت معلقتين نشا متدوبين في ربع كوباية لبن، بحطهم بسرعة كده واقلب بسرعة، وعليهم معلقتين سكر طبعا او السكر اللي انتوا عايزينه واللي انتوا تحبوه. انا ما بحبش ازود السكر قوي لان لسه هحط شربات وسكر على كنافة، فما بزودش السكر. هنقلب كده بسرعة لحد ما الكريمة تبدأ تربط معانا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. ربطت اهي ما شاء الله وبقت كويسة. هنسيبها لحد ما تبرد ونرجع للكنافة بتاعتنا تاني. هنكمل ان احنا نقطعها برضو، نفتتها كده بسرعة قبل ما تفك، لان لو طرت مش هتعرفوا تفتتوها بالطريقة دي، فلازم تكون لسه طالعة من الفريزر بتاعنا. دلوقتي بقى انا سيحت كوبايتين سمنة، هنحط نص الكمية بتاعت السمنة على الكنافة، وهنقلبها على الكنافة كده بطريقة تخلي كل الكنافة تتغلف بالمادة الدهنية بتاعتنا. هنقلبها كده في السمنة علشان كل كنافة يجي عليها مادة دهنية اللي احنا حطيناها. تمام بالطريقة دي. هنبدأ بقى نحط معلقتين سكر بودرة، ما نكترش برضو يا جماعة، ما نزودش نسبة السكريات، يعني حاجة بسيطة كده. وبرضو هنقلبها مع السكر بالطريقة دي علشان السكر يتوزع على كل كمية الكنافة بتاعتنا. وبعدين بقى نجيب الصينية بتاعتنا، هنحط فيها معلقتين سمنة وهنوزعها في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. نغلف الصينية كلها بالسمنة، وبعدين هنجيب نص كمية الكنافة بتاعتنا هنحطهم في الصينية وهنفردها نبدأ نفردها بقى في الصينية بالطريقة دي كده. ما نخليش ناحية اعلى من ناحية، بنحاول نسويها. نحاول نسويها كده من كل ناحية في الصينية. تمام بالظبط كده. بعدين هنجيب بقى معلقتين سمنة كده نرشهم عليها. طبعا الكنافة بتحب السمنة، يعني لو هودناها هتاخد علبة السمنة كلها. احنا بنحاول ان احنا نقلل المادة الدهنية على قد ما نقدر، وبحاول برضو اقلل السكر على قد ما اقدر. نوزع عليها كده شوية سمنة. هجيب بقى الكريمة اللي احنا عملناها وهنفردهم عليها بالطريقة دي.
تمام كده وزعناها. نحط بقى النص التاني من الكنافة فوقيها، وبعدين دخلناها الفرن. طبعا ما تصورش الفرن وطلعت بالشكل ده، طبعا اتحمرت من فوق ومن تحت. هنقلبها بقى. ما شاء الله شكلها جميل. هنبدأ نحط عليها الشربات. هنوزع عليها الشربات كده، ومننساش الطروف بتاعتها علشان توصل للطبقة اللي تحت، عشان احنا حاطين كريمة ممكن تمنع وصول الشربات للطبقة اللي تحت، فبنوصلها عن طريق الأطراف بتاعة الكنافة. هنا بقى هنقطع شرايح مانجا زي ما انتوا شايفين علشان نزين بيها الكنافة بتاعتنا بالطريقة دي. شرايح، وهنعمل قطع كمان مكعبات صغيرة علشان نستخدمها في التزيين بتاعنا. تمام كده. هنيجي بقى دلوقتي هنحط عليها كريم شانتيه زي ما انتوا شايفين. حطيته في كيس حلواني وقمت فرداها على الوش بالطريقة ديت بالكيس الحلواني على وش الكنافة كلها. طبعا الخطوة دي اختياري، اللي مش عايز يعملها مفيش مشكلة، ممكن تتاكل كده عادي خالص. دي يعني تغيير في الشكل وفي الطعم، بتدي طعم جميل جدا طبعا للكنافة مع شرايح المانجا اللي احنا هنحطها عليها. طبعا بتدي طعم مختلف وتغيير. لما نحب ندلع بقى عيالنا نعملها لهم بالطريقة دي، هتعجبهم جدا جدا، لان طبعا الطعم مختلف والشكل جذاب برضو. هنفردها بقى بالسكينة بالطريقة ديت. هنساوي الوش بتاع الكريم شانتيه زي ما انتوا شايفين كده، نفضل نسويه لحد ما ياخد الشكل اللي احنا عايزينه. بعد كده بقى هنجيب شرايح المانجا بتاعتنا وهنحطها، هنحط شرايح المانجا بالطريقة اللي احنا عايزينها على وش الكنافة بتاعتنا بأي طريقة انتوا تحبوها. زي ما انتوا شايفين توزعوها كده على الوش. ممكن تخلي ولادكم يساعدوكوا في الخطوة دي، يحبوا قوي يساعدوا في الموضوع ده، هيفرحوا جدا. وبألف هنا وشفا. هسيبكم بقى تتفرجوا وتستمتعوا بالمنظر، وبألف هنا وشفا لكم.